كلنا بنبقى عاوزين نحقق حاجة في حياتنا، ممكن تكون حاجة بسيطة زي انك تقرأ كتاب او تتعلم مهارة جديدة متوسطة الصعوبة زي انك تخس بعض الوزن، او حاجة صعبة جدا زي انك تلزم نفسك بالمذاكرة. في العادة كلنا بنبدأ متحمسين، ممكن عشان اتفرجنا على فيديو تحفيزي او حد ادانا كلمتين في جنابنا، فاحنا بنبدأ متحمسين جدا وهنكسر الدنيا. لكن للأسف بعد فترة الحماس ده بيقل، والتزامنا بتحقيق الهدف بيقل تدريجي لحد ما بنوصل اننا بنحبط لان مش قادرين فعلا نحقق الحاجات اللي عاوزين نحققها. ان شاء الله الفيديو ده هيساعدك زي ما ساعدني في تحقيق حاجات كتير كان نفسي احققها من خلال معرفتك بالاهداف الذكيه في قهوتك اللذيذه او مشروبك اللي تحبه. ويلا نبدا. عزيزي المشاهد الجميل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في حلقة جديدة من رتب أفكار. عشان تحط هدف ذكي لازم يكون ليه 5 صفات، وهما specific يعني محدد، measurable يعني قابل للقياس، achievable أو attainable يعني قابل للتحقيق، relevant يعني مرتبط بتراك حياتك أو المرحلة اللي أنت فيها دلوقتي، time bound يعني محدود بزمن. وعشان الموضوع يوصل لك بصورة واضحة هناخد مثالين ونطبق عليهم ال5 صفات دول عشان نحولهم من أهداف عامة لأهداف ذكية. أول مثال حد عاوز يذاكر، تاني مثال حد عاوز يعيش حياة صحية، اللي هو تقريبا كلنا عندنا مشاكل مع المذاكرة، وكلنا برضو عاوزين نعيش حياة صحية. أول صفة specific يعني محدد، ما ينفعش تقول أنا عايز أذاكر، ده مش هدف ذكي. لازم تحدد انت هتذاكر ايه. والله انا عاوز اذاكر فيزياء، دلوقتي الهدف بتاعك بقى هدف محدد. انا عاوز اعيش حياة صحية، ده مش هدف محدد. لكن انا عايز اخس، كده انت حددته. تاني صفة measurable قابل للقياس، اقدر اقيسه بحيث اني لما اوصل ل 50% من الهدف اعرف ان انا فعلا انجزت 50% من الهدف، مش هسيب الموضوع سداح مداح ومبقاش عارف هل حققت الهدف ولا لا. فمثلا في المذاكرة تقول انا هذاكر فيزياء الشابتر الثالث اللي هو 20 صفحة، خلي التحديد بتاعك دقيق جدا. وبرضه تقول انا هخس 5 كيلو، كده نقدر نقيس بحيث انك لما تخس 2 كيلو ونص يبقى انت كده حققت 50% من الهدف. الصفة الثالثة achievable او attainable يعني قابل للتحقيق. يعني ما ينفعش تقول انا هذاكر الفيزياء كلها في قعدة واحدة، مش هتعرف تعمل حاجة زي دي. او انا هخس 20 كيلو في الاسبوعين الجايين، دي حاجة غير قابلة للتحقيق. او مثلا انا هكسب 1,000,000 جنيه الشهر الجاي من المشروع اللي انا لسه فاتحه الشهر اللي فات، دي حاجة مش منطقية. خلينا نوضح الفرق بين حاجتين مهمين جدا، ان يكون عندك طموح وطموحك ده يكون فوق السحاب، وان يكون عندك اهداف واهدافك تكون واقعية. طموحك خليه فوق السحاب، لكن اهدافك خليها واقعية عشان تقدر تحققها. الصفة الرابعة relevant اللي هو ذو صلة او مرتبط بالمرحلة اللي انت فيها دلوقتي. في اهداف ممكن تكون اهداف حلوة جدا وشكلها جميل جدا من بره، لكنها للأسف مش مرتبطة بالمرحلة اللي انت فيها دلوقتي. وفي حاجات اهم انت محتاج تركز عليها، زي مثلا حد في الثانوية العامة وعاوز يتعلم ياباني. شيء جميل طبعا انك تتعلم لغة جديدة، بس هل هو مرتبط فعلا بالمرحلة اللي انت فيها؟ ولا تركيزك مثلا على اللغة الانجليزية يكون هو الأولوية؟ يعني الياباني جميل ما قلناش حاجة، بس الانجليزية لها الأولوية ومرتبطة اكتر بالمرحلة اللي انت فيها وبالمراحل اللي جاية. هتحتاجها لما تيجي تقدم على شغل، وهتحتاجها لما تيجي تقدم على منحة، وهتحتاجها عشان تتعلم اي حاجة اونلاين. فخلي الهدف بتاعك مرتبط بالمرحلة اللي انت فيها دلوقتي، ما يكونش منفصل تماما او ملوش لازمة دلوقتي. الصفة الخامسة تايم باوند اللي هو محدد بوقت. ما ينفعش تسيب الموضوع سداح مداح. والله انا عاوز اذاكر فيزياء الشابتر الثالث اللي هو 20 صفحة، بس انا معايا اليوم كله. هتخليك تأجل وتسوف لحد ما توصل لاخر اليوم وهتكسل مش هتذاكر حاجة. انا عاوز اخس 5 كيلو بس معايا 30 سنة اخس فيهم. خليني اقول لك انت مش هتخس 5 كيلو، بالعكس انت هتزيد. لازم يكون فيه وقت انت حاكم بيه الموضوع عشان فعلا تنجزه، ويبقى عليك شيء من الضغط او من الدافع اللي يخليك تنجز الحاجة دي. انا عاوز اخس 5 كيلو في ال30 يوم الجايين، حلو جدا. دلوقتي انت بدأت صح، دلوقتي انت حكمت نفسك بوقت، دلوقتي في ساعة بتلف وبتعد عليك، فانت كده هتنجز. يبقى دول ال5 صفات اللي لازم تتعود عليهم في تحديد هدفك، او لما تيجي تحدد حاجة انت عاوز تنجزها تعديها على ال5 صفات دول. specific محدد، measurable قابل للقياس، achievable او attainable قابل للتحقيق، relevant مرتبط بتراك حياتك او المرحلة اللي انت فيها، time bounded محدد بوقت. الاهداف الكبيرة
مش بتتحقق بضغطة زر، بتتحقق بخطوات صغيرة مستمرة وذكية، وطريقة سمارت هتساعدك تمشي الطريق ده بثبات ومن غير ما تضيع وقتك أو طاقتك. جرب تطبقها على هدف واحد بس عندك وشوف الفرق بنفسك. وانت بتطبقها ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، استنى الحلقات اللي جايه. عرفنا في الكومنتات هدفك الحالي واكتبه لنا بطريقه سمارت. شارك الفيديو مع معارفك واصحابك لعلهم يستفيدوا، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه.